الشيش طاووق من اشهر الاكلات اللي انتشرت حول العالم يا غوالي، حتى انه الانجليز بيسموه تشيكن كباب على قد ما بيهتموا فيه وما بامكانهم يعيشوا بدونه. لكن اليوم نحن رح نورجيكم كيف نعمل الشيش طاووق بالبيت بس بطريقه المطاعم السوريه اللي لها اسرارها وما حدا بيقول لكم عليها. كيف الدجاج يطلع لونه ابيض من جوا ويكون كثير طري وجوسي، وكل هالشيء مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. وقبل ما اشرح لكم كل التفاصيل وكل الاسرار، اذا مالك مشترك بالقناه يا غالي اشترك وفعل جرس التنبيهات، ولا تنسى اللايك وتشير الفيديو لاصحابك، مو مشان شيء، مشان صحة الفيديو. واهم مكون مشان ينجح عندكم شيش طاووق اللي هو صدورة الدجاج يا غوالي. صدورة الدجاج جدا مهمة انكم تدوروا عليها صدورة صغيرة ما تكون كثير كبيرة مشان ما تنشف معكم. يعني الصدر بيكون بهذا الحجم جدا مناسب وجدا رائع. وبالمناسبة في ناس بتحب انه تعمل الشيش طاووق من صدورة الدجاج، وفي ناس بتحب تعمله من الفخاد. وانتم يا غوالي اكتبوا لنا بالتعليقات اي اكثر بتفضلوا الشيش، يكون بالصدورة ولا يكون بالفخاد. هلا المهم جدا وقت نجيب الصدورة شو بدنا نعمل؟ بدنا نقطعها. طريقة التقطيع كمان بتلعب دور كثير كبير يا غوالي. على البورد بنيجي بسكينه حاده بنيجي بنقطع نفس الصدر اللي عندنا بهذا المقاس. شوفوا هذا المقاس كبير. شو بنعمل؟ بنرد بنعطيها قطعه بالنص. هذا هو الحجم المناسب مشان يطلع عندكم الشيش جدا خرافي. الشيش لازم ما يكون كثير قطعته كبيره. ليش؟ لانه اذا قعد وقت كثير على النار رح ينشف معنا من برا، رح تضل الطراوه شوي صغيره من جوا، وهذا الشيء نحن ما بدنا اياه. بدنا قطع الشيش تكون بهذا الحجم. ليش؟ مشان تستوي من برا وتضل محافظه على العصاره من جوا وبتعطينا النكهه الجميله والرائعه. هلا بدي اقطع كل الكميه اللي عندي بهذا الشكل. وبعد ما قطعنا الدجاج وصار عندنا جاهز، هلا صار الوقت مشان نتبله. والبهارات سهله وبسيطه كثير. كل اللي عليكم تعملوه يا غوالي انكم تركزوا معي كثير منيح، لانه هي البهارات هون سر النكهه اللي بتاخذه الدجاج. وبنفس الوقت بهي التتبيله رح نستعرض لكم المكونات اللي بتعطي طراوه للدجاج، واكيد اللون الجميل والرائع. اول شغله عندي هون الفلفل الاسود. بدي فلفلهم بشغله نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، هيك بيكون مناسب. كمان بالنسبه للبابريكا المدخنه فنص معلقه صغيره بتكون جدا مناسبه مشان ناخذ النكهه الطيبه. عندي هون كزبره ناعمه بضيف ربع معلقه صغيره، ما بكتر منها بس مشان تضيف النكهه الجميله والرائعه. ومشان ناخذ اللون الحلو والجميل بدي ننزل نص معلقه كبيره من الكركم يا غوالي. كمان مهم جدا انه مع الدجاج نستخدم الهيل، فنص معلقه صغيره من الهيل الناعم جدا مهمه وجدا رائعه. وهلا كمان بدنا نضيف عليهم الثوم البودره، نص معلقه صغيره من الثوم البودره او اكثر من نص معلقه صغيره بشوي صغيره، ما في اي مشكله. الثوم هون بيعطي نكهه كثير جميله وكثير رائعه. ونص معلقه صغيره من الزنجبيل بودره. هلا هيك البهارات صارت تقريبا عندنا جاهزه، ما بقي علينا غير رشه الملح الصغيره، مو مشان شيء، مشان صحتنا يا غوالي. هلا مشان نحن ناخذ النكهات الطيبه والرائعه اهم شيء نحط عليهم شويه صغيره من زيت الزيتون. ليش؟ زيت الزيتون بيخلي البهارات تلزق كثير منيح على الدجاج. شويه صغيره بيكون مناسب جدا. بعدين رح اضيف عليهم دبس الفليفله، نص معلقه صغيره من دبس الفليفله، بتعطينا لون رهيب وبنفس الوقت تعطينا نكهه جدا خرافيه ما بيصير نستغني عليها صراحه يا غوالي، لانه رح تاثر كثير على النكهه. ومشان ناخذ كمان الذوبان الرائع للدجاج وبنفس الوقت يطلع عنا كثير منيح لكن بدون ما ينحرق عنا من برا، بدنا نضيف معلقه صغيره من اللبن زبادي، مو اكثر من هيك. اللبن هون بس بيعطي طراوه للدجاج واكيد النكهه الطيبه والرائعه. اخر شيء نختمها بعصره ليمون جميله ورائعه. ما بنستخدم الخل لانه الخل رح ينشف عنا الدجاج، اما الليمون الزيت تبع الليمون رح يعطينا النكهه المنعشه والرائعه وبنفس الوقت رح يعطينا طراوه جميله للدجاج. هلا نخلط هي المكونات كلها مع بعض كثير منيح لحتى يتبلوا عنا، وبهيك الشيء صار عنا جاهز. وبكل بساطة يا غوالي هيك الدجاج تبل عنا وصار عنا جاهز. أحلى شيش طاووق. شوفوا على هاللون، بسم الله ما شاء الله، والريحة عن جد يا سلام يا سلام، شغلة خرافية على الآخر. هلا كل اللي علينا نعمله إنه نغطي هذا الدجاج ونحطه بالبراد. بدنا نتركه شغلة ال4 ساعات، وإذا بتتركوه لمدة يوم كامل بتاخذوا أفضل نتيجة، لأنه بيكون صدورة الدجاج أخذت النكهة كثير منيح. ومشان نعمل أطيب كريم توم جنب الشيش طاووق، أول شغلة بدنا نجيب بيضة ونسمي بالله ونفقسها جوات هذا الإبريق. اليوم رح أسوي لكم كريم التوم الرائع والرهيب يلي بينعمل من البيض واللي بيعطيكم نكهه كثير طيبه وكثير رائعه. حطينا البيض وبنعصر عليه هون عصره ليمون، بنحط ايدنا بهذا الشكل بس مشان نتاكد ما في اي بذور نزلت مع الليمون. هون الليمون رح يعطينا نكهه جميله، بنفس الوقت رح يقتل زنخه البيض اذا طلعت له زنخه، وهي نقطه جدا مهمه. هلا عندي هون سنين من الثوم بضيف عليهم معلقه صغيره من الخل الابيض، وكمان هون في نقطه جدا مهمه اللي هي رشه صغيره من حمض الليمون. هذا اللي بيعطينا
اللون والجميل والرائع لكريمة توم. ما بي علينا غير رشة ملح صغيرة، مو مشان شي، مشان صحتنا يا غوالي. وبهيك كريمة توم تقريبا صار عندنا جاهز. ما بي علينا غير انه نجيب الهاند بلندر، بنحطه بهذا الشكل، نمسك فيه التومات، بنبدا بننزل الزيت تدريجيا بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين خيط، وبنسمي بالله وبنبدا نخفق بدون ما نوقف لحتى يصير عندنا كريم توم قوامه جدا خرافي ورائع. وبهيك يا غوالي مثل ما انتم شايفين صار الكريم التوم عنا جاهز. وشوفوا على هالقوام بسم الله ما شاء الله، هذا القوام اللي نحن بدنا اياه، شايفينه مثل الجبنه، شيء خرافي ورائع وقوامه كريمي جدا. هلا كل اللي عليه يعمله انه نحطه بالبراد لحتى يبرد تماما، بعدين بنستخدمه. وبعد ما ريحت الشيش طاووق شغله 3-4 ساعات يا غوالي، هلا صار الوقت مشان نشكه. عمليه الشك جدا سهله وبسيطه، كل اللي علينا نعمله انه نمسك قطعه الدجاج اللي بهذا الشكل، شايفين القطعه المربعه، شو بنعمل؟ بنجيب السيخ وبنشكها من الزاويه للزاويه بهذا الشكل، هيك بتكون ماسكه معنا كتير منيح وبتستوي عنا بطريقه جدا خرافيه. رح شكش الكميه كلياتها مشان اورجيكم طريقه الشوي، وهون بيكمن الاسرار. طريقه الشوي فيها كتير اسرار مشان ينجح عندكم شيش طاووق وبيطلع جدا خرافي. وطبعا اذا حبيتوا انكم ما تشوها اكيد بامكانكم تقلوهم بشويه سمنه او ليه غنم، بيطلعوا جدا خرافيين وجدا رائعين. لكن انا اليوم رح اعملهم على اصولهم ورح اشويهم على الفحم. وبعد ما شكينا كل كميه الشيش طاووق يا غوالي، هلا اجينا عند مرحله جدا مهمه اللي هي مرحله الشوي. وهون بتفرق معكم كتير، لانه مرحله الشوي هي رح تحافظ لكم على طراوه الشيش طاووق عندكم، بنفس الوقت تعطيكم النكهه اللي انتم بدكم اياها. اول شغله لازم ننتبه لها انه احنا عندنا هون جمر، ما في ولا نقطه فحم. شو يعني جمر وفحم؟ يعني كله مشتعل عندي، ما في ولا قطعه عندي مو شغاله، كله لازم يكون لونه ابيض مثل ما انتم شايفين. ونقطه جدا مهمه انه الجمر نكسره، بدنا اياه حبات صغيره، ما بدنا اياه يعطي نار كثير قويه ويكون بعيد شوي. بدنا الشيش طاووق يقعد على النار لفتره اطول بشوي مشان يستوي من جوا. هي نقطه جدا مهمه يا غوالي، لانه اذا كانت في حماوه عاليه رح يتحروق من برا لكن من جوا ما رح يستوي. ومشان هيك من البدايه قلت لكم صغروا القطع شوي صغيره. هلا بنسمي بالله بنبدا نصف الشيش طاووق اللي عندنا بهذا الشكل حبه حبه. شوفوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله يا غوالي، شوفوا لي على هالالوان اللي طالعه معنا، شغله فعلا خرافيه. وهون في نقطه جدا مهمه، انا عم بساوي شيش طاووق على الفحم، بامكانكم انكم تقلوه مع الليه او مع السمنه، بيعطيكم نكهه جدا خرافيه. وبامكانكم تشكوا بيناتهم قطع ليه كمان بتعطيكم نكهه جباره جدا. لكن الفكره وما فيها، انا عم بسوي لكم اياها على نفس طريقه المطاعم السوريه، وكمان عم بسويها على المنقل مشان ناخذ النكهه الطيبه والرائعه. مثل ما قلت لكم بامكانكم تقلون وتدخنون فيما بعد، كمان بتحصلوا على نتيجه جدا جميله. وبامكانكم تشوون كمان بالفرن، هذا كله بيصير بعد ما حطينا الشيش طاووق. اهم شيء انه ما ننسى السيخ البصل والفليفله، هذا هيك لازم يكون على جنب، يعني مو مشان شيء، مشان نهتم بصحتنا يا غوالي. بالعاده يا غوالي وقت نحط الشيش طاووق نحن بنقعد بنقلب فيه كثير، هذا الشيء ما بينفع هون بالشيش طاووق. ليش؟ لانه احنا هيك عم نخليه يخسر عصارته. كل اللي علينا نعمله انه نحطه على اول وش. بياخذ قديش؟ 4 دقائق على الوش الواحد، وقد ياخذ 5 دقائق، مو ما في اي مشكله على حسب النار اللي عندكم. لكن اهم نقطه ننتبه عليها انه ما نقلبه كثير. يعني هلا الشيش طاووق اللي عندي اخذ 4 دقائق، هلا بقلبه وبتركه على الوش الثاني 4 دقائق ثانيات، يعني توتال 8 دقائق يا غوالي، بس بياخذ النتيجه الحلوه. هلا كيف بنعرف انه الشيش طاووق صار عندنا جاهز للقلب؟ بتمسكوا السيخ هيك، شوفوا هون كيف صار عندنا اللون ابيض، عم يطلع الاستواء لفوق، واخذنا اللون الجميل الرائع، التحميره هي الحلوه. هلا صار الوقت مشان نسمي بالله بنقلبه بهذا الشكل، وبنتركه على النار مثل ما قلت لمده 4 دقائق، رح تلاقوا انه الشيش طاووق اللي عندكم بلش ياخذ اللون الجميل، بلش يتامر، وبلش كمان يستوي عنه. يعني شوفوا على هالالوان، ترى الروائح فعليا بتخليكم تقولوا لا شعوريا يا سلام يا سلام. وهي الطريقه الصحيحه لاكله الشيش طاووق. مشان تعملوها بالبيت وتطلع معكم على العال لازم تكونوا تعملوها برواق يا غوالي، وتظبطوها على 24 وتاخذوا هي الالوان الجميله، مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. وطبعا يا غوالي بما انه الشيش طاووق قرب يستوي، فانا شو عملت؟ حطيت عليها الخبزه ودهنتها بالصوص الاحمر هذا الجميل تبع المشاوي اللي بيعطي النكهه الطيبه والرائعه. هيك صارت امورنا باللوز. هلا بنسحب هي الخبزه اللي عندنا وبنحطها على الصحن، وبنيجي بناخذ الشيش طاووق. هلا بنسمي بالله، شوفوا على هالشيش طاووق بسم الله ما شاء الله، بنسمي بالله وبنحطه بهذا الشكل، وبنبدا نسحب
سيخ سيخ. شوفوا يا عيني، الله الله الله، طالما انسحب من السيخ مباشرة معناته مستوي وعال العال. بنسمي بالله وبنسحبهم بهذا الشكل. فعليا الشيش طاووق بالبيت يا غوالي غير شكل. ليش؟ لانه نكهته بتطلع مميزة، وبنفس الوقت انتم بتنبسطوا وقت تعملوه، لانه فعلا بيطلع جميل جدا. وين راحوا هدول؟ تعالوا تعالوا يا حبيباتي، خليكم هون. شوفوا على هالمنظر يا عيني، الله الله الله. وهلا يا غوالي هيك الشيش طاووق صار عندنا جاهز، زبطنا اموره على 24 وصار الوقت مشان ندوق. بس قبل ما ندوق قربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر وصلوا على النبي. شوفوا لي يا عيني، الله الله الله. هذا هو الشيش طاووق عن حقه حقيقي. هلا بنسمي بالله نحمل لنا قطعه هيك وبنقسمها. شوفوا على اللون الجميل اللي اخذته من جوا، اللون الابيض الناصع البياض. هذا شيء نحن عم ندور عليه بالشيش طاووق مشان يطلع جدا خرافي، وبنفس الوقت لسعته فيه العصاره، يعني لسعته جوسي واموره باللوز وما نشف بالمره. هلا بنقول بسم الله يا كريم وبندوق. بسم الله. الله الله الله، فعلا يا غوالي هالشيش طاووق مو طبيعي. يعني اذا ما بينافس المطاعم السوريه انا متاكد انه احسن منه. نكهته جدا خرافيه، مستوي بالطريقه الصحيحه، مو ناشف، هذا اهم شيء. ومثل ما شفتوا ما استخدمنا ليه معه، يعني بامكانكم تحطوا شويه ليه مشان يسقسق ونغنغه، بس هو لحاله كتير طالع جميل. هلا بدنا نساوي لقمه مشان صحتك يا غالي. بنسمي بالله بناخذ قطعه خبزه جميله، وبنيجي عند البصل المشوي ناخذ لنا هيك قطعه بصل مشويه، وبنحط جواتها كمان قطعة من الشيش طاووق. شوفوا على هالشيش طاووق، شوفوا على هاللون يا عيني، الله الله الله. وكمان بدي حبة مخلل معها. أنا عم بظبط لكم هي اللقمة اللي مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. وبنيجي لوين؟ لعند حبيب قلبي كريم الثوم، ومنغطها بهذا الشكل. شوفوا 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 يا عيني، الله الله الله. إنها لقمة السعادة يا غوالي، مو مشان شيء، مشان صحتكم. قولوا بسم الله يا كريم وندوق. بسم الله. صراحة يا غوالي الشيش طاووق هذا ما بينشبع منه بالمرة. بسم الله ما شاء الله قديش طالعة فيه النكهة الرائعة والجميلة، وهذا لازم تجربوه، مو مشان شيء، مشان صحتكم. أما بالنسبة إلي فراح آخذ هي اللقمة واجي عند كريم الثوم الرهيب وغمصها بهذا الشكل. شوفوا شوفوا يا غوالي هيك يا عيني، الله 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 على كريم الثوم هذا، وعلى القوام الرائع، وعلى التأميرة اللي اخذها الشيش طاووق. وبهيك بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم يا غوالي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، مو مشان شيء، مشان صحة الفيديو. بسم الله.